رمضان جانا وفرحنا به بعد غيابه وبقاله زمان غنوا قولوا شهر بطوله غنوا له أهلا رمضان. عزيزي طالب الثانوية العامة في كل مكان، أهلا وسهلا بيك في رمضان غير أي رمضان عدى عليك قبل كده، غير لأنه لازم تضحي فيه بحاجات كتير كنت بتعملها في رمضان اللي فات، بس كله يهون عشان تحقيق حلمنا، ولا إيه؟ اوعى تظن أو تفتكر إن المذاكرة أهم من العبادة في رمضان، عشان للأسف بعد كام يوم من بداية رمضان اللي كنت بادئ فيه بداية مثالية بالمناسبة، بدأت أقع في الفخ واحدة واحدة. مرة أفوت التراويح بحجة إنها مش فرض، بقول وقت التراويح ده هذاكر فيه درس كنت براكمه مثلا. كنت واحدة واحدة أقلل قراءة القرآن بنفس الحجة برضه، حتى وصل بيا الأمر بتعاني عشان أصلي الفروض الخمسة. وبدل ما كنت بوفر وقت من عبادتي عشان أذاكر، دخلت في سكة توهان. من ناحية الدراسة خربت أكتر وأكتر، من ناحية العبادة ما كنتش بعبد ربنا زي الناس، ولكن عجلا ما استدركت نفسي ورجعت أقرأ القرآن وأصلي الحمد لله يعني، بس كان وقت اتأخر شوية. فبعدها تلقائيا رجعت أذاكر والدنيا ظبطت معايا في آخر شهر رمضان. عشان ما تقعش في غلطتي، اعرف إنه لو لنت رضا ربنا هيساعدك ويعينك على عبادتك وصيامك من ناحية ومذاكرتك من الناحية التانية، وكمان ربنا هيعينك على نفسك. وبمناسبة إننا جبنا سيرة النفس، فادعي ربنا الدعاء ده، لأنه أحيانا النفس الأمارة بالسوء أقوى من الشيطان. نفسي يا رب تغالبني فأحاربها فتحاربني أخشى أن أهل فتغلبني لولا رحمتك تقربني من نورك فامنح غفرانك. بص، لو لقيت نفسك بتعمل اللي كنت بتعمله رمضان اللي فات من خروجات وفسح وزيارات وفرجة على مسلسلات، اعرف انه في حاجة غلط، لانه حرفيا بيكون الوقت محدود في اليوم. فقدامك خيارين، يا اما تضحي بالرفاهيات او تراكم اكتر واكتر وتطلع من شهر رمضان الدنيا خربانة معاك بزيادة. انا مش بقولك انعزل او كده، اخرج بس مش كل يوم، اخرج لما تخلص اللي عليك في يومك وبعدها اعمل اللي عايزه، وبعدين متقلقوش الوضع مش مستمر إن شاء الله، هي سنة وهتخلص بحلوها ومرها، فاستحمل وتذكر إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. في صدد الموضوع اللي هنتكلم عنه دلوقتي، عملت لك 4 حاجات هتساعدك جدا توازن بيها بين المذاكرة والعبادة خلال شهر رمضان المبارك. هنقسم الحاجات دي 4 حاجات، أولها جدول 8 ساعات، تانيها جدول 12 ساعة، تالتها فهرس بيمو، رابعها بلانر بيمو الرمضاني. دلوقتي هنتناول كل حاجة من الأربعة بالتفصيل. سواء مشيت على جدول مذاكرة 8 ساعات في اليوم أو 12 ساعة، في كلا الحالتين مش هيتعارض أي من الجدولين مع وقت عبادتك، وأنت هتختار تمشي على أي من الجدولين بناء على تراكماتك. لو بسيطة اختار ال8، ولو كتيرة امشي على ال12. وهسيب لك الجدولين على قناة التليجرام اللي لينكها في البايو. وده حرفيا مهم، لأنه شعور إنك بتذاكر في مادة وإنت مش عارف نفسك وصلت لفين فيها، بتحس إن المادة منهجها واخد علامة إلى ما لا نهاية، مهما تذاكر فيها ما بتخلصش، دايما بتحس بعدم الإنجاز. لكن لما تكون المادة دي كلها قدامك من دروس وأبواب، كل ما تخلص درس معين تظلل قدامه بتحس نفسك خلصت ليفل من لعبة مثلا، مش درس من منهج خالص. فبجد شعور جميل وبيساعدك تحس بالإنجاز، وأحيانا بيكون دافع للشخص إنه يخلص المادة. ومنهم أنا بالمناسبة جربتها مع مادة زي الكيمياء وخلصتها في وقت قياسي. ده حرفيا اللي هيخلي مذاكرتك عبارة عن حاجة قمة المتعة. والبلانر ده ينفع لكل السنوات، إعدادي ثانوي توجيهي. وبالمناسبة دي شكرا من القلب لإخواتي العراقيين والأردنيين اللي بيتابعوا القناة، بجد شرفتوني. فياريت يا شباب تطبعوه من مكتبة قريبة منكم، أو حتى لو هتستعملوه PDF فهيفيدكم جدا، في أقسام كتير حلوة. انتوا بس حملوه وشوفوه، ولو عجبكم دعوة حلوة من قلبكم. بجد خد مني وقت بس فداكم وقتي كله يا اخواتي. طبعا اكيد عرفت الفرس ده هيكون فين. بالظبط في قناة التليجرام اللي انت عارف اكيد اني سايب لك لينكها في البايو.
واخيرا حابب اشكر دعمكم بجد، ما كنتش متخيل اوصل لعدد المشتركين ده في خلال الفتره القصيره دي، فبجد حابب اشكركم من كل قلبي اخواتي الغاليين، سواء من مصر او من كل الدول العربيه، وخاصه العراق والاردن. ربنا يوفقكم يا اخواتي ويكرمكم ويجعل رمضان شهر سعيد عليكم، ويبلغكم رمضان ويعودوا عليكم وانتم محققين احلامكم يا رب يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.